في مدينة مراكش العريقة يتربع قصر الباهية شامخاً، شاهداً على عظمة الحضارة المغربية وتاريخها العريق. يعود بناء هذا القصر الفخم إلى عهد الدولة العلوية، حيث أمر ببنائه الوزير أحمد بن موسى الملقب ببا أحمد في عهد السلطان عبد العزيز. جلب با أحمد أمهر الحرفيين والصناع من مختلف أنحاء المغرب ليعملوا في بناء القصر على مدار 6 سنوات متتالية. لكن القدر لم يمهله طويلاً، حيث وافته المنية عام 1900 قبل اكتمال بناء القصر. رغم ذلك، ظل قصر الباهية تحفة معمارية فريدة تجسد روعة العمارة المغربية في ذلك العصر. يعد القصر اليوم من أشهر المعالم التاريخية في مراكش، ويزوره سنوياً آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم. يتميز قصر الباهية بتصميمه المعماري المبهر. يتكون القصر من العديد من الأجنحة والقاعات والحدائق، وكل منها مزخرف بشكل مبهر بالزخارف الجبسية والفسيفساء والنقوش. يتيح قصر الباهية لزواره فرصة العودة بالزمن إلى الوراء، واكتشاف نمط الحياة الفخم الذي كان سائداً في ذلك العصر. يمكنهم التجول في أرجائه، والتأمل في زخارفه المبهرة، والاستمتاع بجمال حدائقه. إن قصر الباهية هو حكاية عن الحب والفخامة، حكاية عن حضارة ضائعة، لكنها ما زالت حية في ذاكرة مدينة مراكش.